هل كل عيان بيجي لي العيادة بعمل له عملية جراحية؟ الحقيقة ده توبيك مهم جدا، وباختصار الإجابة لأ، مش كل عيان بيدخل عندي العيادة بعمل له عملية، ولسبب بسيط إن أنا لازم الأول أسمع لاحتياجات العيان دي وأعرف هل الإجراء الجراحي أو التدخل الجراحي هيوصلنا للبغية العيان لمقصوده، هل هيبقى سعيد بهذا الإجراء الجراحي ولا لا. وده الحقيقة تعتمد على خبرة الجراح وأمانة الجراح. ده وظيفة مهمة جدا من الكونسلتيشن اللي هي الكشف المبدئي. وعشان كده أنا عندي في عيادتي في إنجلترا نوع العيان اللي بيجي لي نوع من اتنين، إما النوع الأولاني اللي هو أول زيارة اللي هي مدة الكشف من 50 ل 60 دقيقة، النوع الثاني من العيانين اللي هو نوع المتابعة ومدة الزيارة بتتراوح ما بين 15 ل 20 دقيقة. وده بالظبط اللي أنا نقلته في عيادتي في القاهرة عشان أقدر أقدم نفس الخدمة بنفس المواصفات زي عيادتي في مانشستر وليفربول إلى عيادتي في القاهرة. في نهاية الكونسلتيشن اللي هي من 50 ل 60 دقيقة أنا الحقيقة بقدر أتوصل إلى أن هل هذا الشخص هيستفيد من أي إجراء جراحي ولا لا. لو هيستفيد من الإجراء الجراحي بعرضه عليه، بناقشه معاه وبديله فرصة للتفكير فيه. لو أنا ما اقتنعتش أن هذا الشخص هيستفيد من هذا الإجراء فالحقيقة بكون أمين معاه وواضح وبنصحه بعدم عمل أي تدخل جراحي. لو ليكوا أي تساؤلات من فضلكم سيبوها في الكومنتس